السلام عليكم بنات. اليوم غادي نوجد معكم كيكه طبقات او تحليه البنات. كناخذوا نص كاس ديال الزيت، كنضيفوا عليه بيضه البنات وكنطربوه. من بعد كنزيدوا عليه نص كاس ديال الحليب البنات ونص كاس ديال السنيده وكنطربوه مزيان. كنزيدوا رشيشه ديال الملح البنات. من بعد كاس ديال الدقيق، كتجينا رقيقه لي باد ديال الكيكه، كتجينا رقيقه البنات. كنضيفوا شويه الخل، تقريبا معلقه البنات او نص معلقه ديال الخل. كنزيدوا شويه الدقيق، كتاخد لك كاس ونص ديال الدقيق البنات. من بعد كنطربوه، كل حاجه طربوها بوحديتها البنات. كنزيدوا خماره، ومن بعد البنات اخر شي كنزيدوا القشور ديال الحامض. مني كنزيدوا القشور ديال الحامض كنخلطوه بفورشيط، يعني كنستغناو على الطراب الكهربائي وكنستخدموا غير الفورشيط البنات. القشور ديال البرتقال صافي كنديروها في المول وكندخلوها الفران. من بعد ما كطيب من التحت كنشعلوا عليها الفوق وكندوزو كنوجدوا الطبقه الثانيه البنات. شوفوا معايا كيفاش جات البنات. الطبقه الاولى كتجي رقيقه البنات. هنا كناخذوا نص ديال الحليب، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال النشا، معلقه ونص ديال النشا البنات. صافي كنخليو على بوطه مهيله. بغيتو تزيدوا السكر زيدوا، انا ما كنديرش السكر بزاف. كنزيدوا فيها حتى هي القشور ديال الحامض. من بعد كندخلوها الثلاجه. من بعد كناخذوا البرتقال حتى هو كناخذوا نص سيطرو، كنديروا فيه معلقه ديال النشا. من بعد ما بردات لينا الطبقه الثانيه كنضيفوه على الطبقه الثانيه. صافي كندخلوه للثلاجه كيبرد. من بعد كنزينوه بالبنان. جربوها البنات، راه كتجي غزاله.